بالظبط، إنسان روتيني كان بيصحى من النوم يروح الشغل يتكلم مع صحابه ويشوف إيه اللي ناقصه وينزل يشتريه وبس كده، غير مدرك للحقيقة. والحقيقة برضه إن في الفيديو ده أنا هقول لك على تحليلات من وجهة نظري في أول جزء من ذا ماتريكس، فتابع معايا. يلا بينا. وخليني في البداية أشرح لك إن نيو كان شخص طبيعي جدا، روتيني جدا، عايش حياة طبيعية جدا، ولكن بيخش حياته شخص بيوريله الحقيقة في الأول. وده كان مشهد موربيوس بظهوره لنيو، وساعتها موربيوس وترميتي دخلوا عليه بأكشن جامد جدا بلقطات حلوة جدا، At last. وابتدت الحقيقة تظهر قدام نيو واحدة واحدة. وده اللي المخرج كان عايز يوصله لك في أول 10 دقايق أو ربع ساعة من الفيلم. وصلت معاك؟ Jesus Christ, that thing's real! نيو بعد ما بيحصل اللي حصل معاه وإن الجهاز بيتشال وبيكتشف إن هو ده ما كانش حلم، ده كان حقيقة، وبدخول موربيوس وتجميد حياته اكتشف إن فعلا في حاجة ممكن تكون متحكمة فيه، ممكن حاجة تكون واخدة عقله عن الحقيقة، منيماه بمعنى أصح عن الحقيقة اللي هو مش مدركها لحد دلوقتي. واللي بيجي دور موربيوس وبيقدم له حبايتين، واحدة حمراء وواحدة زرقاء، Want to believe. You take the red pill. You واحدة حقيقة وواحدة وهم. لو عايز تفضل عايش في الوهم خد الزرقاء، ولو عايز تاخد الحقيقة وتفهمها خد الحمراء. وكان اختيار نيو في مشهد جامد جدا بانعكاس في نضارة من مورفيو برياكشن نيو نفسه، all I'm offering is the truth, nothing more. اختياره للحباية الحمراء. ولو انت فاكر ان الالوان دي كانت شيء عبثي تماما كده، فاحب اقول لك لا، الاحمر ده كان اختيار مخرج هو والازرق، وان الاحمر ده دايما في الغرب او عندنا او في تمييز الالوان عموما. لو اي حد درس الوان يقول لنا في الكومنتات، الاحمر دايما بيرمز للتضحيه، التحفيز، الخطر، العاطفه. ده اللون الاحمر. اما اللون الازرق فالعكس تماما. اللون الازرق دايما بيحسسك بهدوء، بيحسسك باسترخاء، استسلام. عيش في الوهم، بص للسماء والبحر واكتشف إنك ممكن تكون مخدر عقليا وجسديا ونفسيا. ده اللون الأزرق اللي بيعمله في الإنسان. فهنا كان اختيار المخرج الحقيقة كان جامد جدا، شيء حلو بالنسبة لجزء أول طلع في 1999. بس كده؟ أكيد لأ، مش بس كده. ولو أنت لسه مكمل معايا لحد دلوقتي فأنا بشكرك من أنا لايك وشير وسبسكرايب، لأن السلسلة دي لو عجبت ناس كتير ممكن نعمل الجزء التاني والتالت ونجيب أفلام تانية نعملها بنفس الشكل وتبقى سلسلة في القناة. لو أنت فاكر إن سميث والاتنين الحراس اللي كانوا معايا دول مجرد حراس أو عدو للنيو عادي جدا، فأحب أقول لك لأ، مش عادي. كل حارس من التلاتة كان بيرمز لشيء، وكل حارس من التلاتة كان ليه نظرات معينة. وخليني أبتدي لك بسميث. سميث ده هو الحارس الرئيسي للمصفوفة أو زي ما تريكس أو النظام عامة، وده كان بيرمز لشيء معين، التحكم والمقاومة والتغيير. وهو الحارس الرئيسي، القوة اللي بتحافظ على النظام، القوة اللي عمرها ما هتسمح لأي حد يحاول يغير من عقله أو تفكيره أو وجهة نظره أو يحاول إنه يدرك الحقيقة. كأنك بالظبط قدام سلطة مطلقة مش عايزاك لا تفهم حاجة ولا تدرك شيء، لا عايز تغيير ولا عايز فوضى. رجعنا، ده الحارس اللي كان بيرمز للنظام، النظام الاجتماعي، عايز دايما يكون محافظ على النظام الاجتماعي بطريقة معينة. بمعنى أصح هيمشيك في صف، واللي هيخرج من الصف ده هيتصف. جونز وده الحارس الثالث اللي كان دايما تحسه ثعلب مكار، بيعمل حاجة غلط طول الفيلم. في الثلاث أجزاء أنت بتبص له وشاكك فيه، حاسس إن الواد ده مش مظبوط، فاهم؟ ولا أنا بس اللي كنت حاسس بكده؟ مش عارف. المهم دايما كان بيحافظ على الخداع، حاجة كده شبه الكواليس في السياسة. لو أنت راجل بتفهم في السياسة أو بتتفرج على أفلام سياسية هتشوف في كواليس في السياسة كده ما بتظهرش في العلن، وهو ده اللي كان بيرمز ليه الحارس التالت. لما نيجي نركز أكتر، معلش أنا هقول لك غمض عينيك، اسمع معايا، افتكر
فيلم زي ماتريكس، فكرة الكادرات اللي فيه. أنت دلوقتي مغمض عينك، عايش تخيل كل الكادرات تقريبا خضراء، وده ما كانش اختيار عشوائي. لو انت بتتفرج على افلام كتير وبتشوف نظام او سيستم او اي شيء من الاشياء دي، دايما هتلاقي اللون الاخضر بيرمز او طاغي في معظم الحاجات دي، وده اللي كان حاصل في الجزء الاول. دايما كنت هتلاقي اللون الاخضر اكنك قاعد في مزرعه رقميه حرفيا، وده كان شيء مدروس من المخرج لانه كان عايز يصدر الوهم المصفوفة، شيء مش موجود، فكان بيرمز ليه اللون الأخضر، بمعنى أصح عالم افتراضي. والعكس تماما لما نيو دخل العالم الحقيقي اللي هو كان موجود فيه مورفيوس وترنيتي ونيو والشباب اللي كانوا موجودين حواليهم، كنت هتلاقيهم لابسين هدوم مقطعة عادي وألوان باهتة قوي واشكالهم باردة قوي، وده برضه ما كانش شيء عشوائي، ده كان شيء مختار بعنايه من المخرج والكاست اللي كان شغال على الفيلم. ليه النقله ما بين العالم الافتراضي واللون الاخضر المنطبع على الشاشه والنقله الثانيه والوانها البارده؟ لان الالوان البارده دايما في الكادرات بتقول ان الواقع اللي هم عايشين فيه صعب، وشوش بارده وقفشه، الوان بارده وهاديه تحسسك بالانتقام، تحسسك بالعيشه او القهر اللي هم عايشين فيه، نفس اللي انت عايش فيه تقريبا، صح؟ مش عايز اقلب عليك المواجع، ولكن انا بشرح لك فيلم، فاهم؟ هتوديني في حته ثانيه، بلاش كده على الله يخرب بيتك. المشهد بالنسبه لي حرفيا هو كان مشهد المعلقه. نيو لما دخل على العرافه وقابل الطفل وكان ماسك المعلقه وبيبنيها، وساعتها قال جمله جامده قوي، وهو ان مفيش معلقه، لا توجد ملعقه. المشهد ده جامد ليه؟ لأن العالم اللي عايش فيه نيو كله وهم، والمعلقة مش بتتني لأن أصلا مفيش معلقة. إيه التفسير؟ إن الحقيقة اللي بتشوفها بعينيك أحيانا اللي أنت فاكره مستحيل ممكن يتحقق، بس لو غيرت قناعك. وده كان المشهد أو تفسيري لمشهد المعلقة. كل شيء ممكن يتغير، أو الشيء اللي أنت فاكره مستحيل ممكن يتغير بس لو غيرت قناعك. حاجة كده شبه نعيم الجهل وجحيم المعرفة، عارفها؟ الجملة المنتشرة اللي أنا ما بحبهاش دي، هي حاجة شبهها دي، بتتقال في 1999 من الألفينات يا صغير. روح مشهد الختام. مشهد موت نيو كان انتقال من مرحلة الضعف الكامل لمرحلة النهوض والتحول، مرحلة القوة. مات جسديا ولكن روحه لسه، ودي كانت بداية التحول الكامل. ولما بيصحى تاني بيبقى استيقاظ من الوهم وإدراك الحقيقة. القوة اللي حصل عليها نيو ساعتها هي ما كانتش بس قوة جسدية أو ذهنية وقف الرصاص بإيده، المشهد الأيقوني اللي كلنا حرفيا صفينا عليه في يوم من الأيام، وكلنا كنا بنحبه في يوم من الأيام. هو المشهد ده المخرج ما كانش عايز يوصلك بيه إن هو كائن خارق أو سوبر هيرو، على قد ما هو كان عايز يوصلك إن الإنسان ده ما كانش مدرك للحقيقة، ومات من حارس أو اتنين أو تلاتة. ولما أدرك الحقيقة وعرف إن كل ده وهم، قدر يوقف فعلا بعقله كل ده. وهنا هو شرحها في جملة، قالك فهم الحقيقة أصعب بكتير قوي من إنك تعيش طول حياتك في الوهم. إن إدراك الحقيقة بتختارها دايما على حساب الراحة، وتقبل المواجهة مالية الانتهاء من الحياة، وتضحية مقابل الحرية. دايما الحرية عايزة تضحية. الموسيقى التصويرية بتعزز المشهد لدرجة إنك بتشوف مشهد أيقوني، مشهد كل ما بتفتكر بطفولتك، مشهد عمره ما هيتنسي من الأذهان لأي حد شاف السلسلة دي. بتخليك تشوف شخص تاني خالص، نيو جديد حرفيا المختار، شخص بقى عنده الوعي الكامل والإدراك للدفاع عن العالم الحقيقي والناس اللي عايشة حواليه.
فيلم جامد، فيلم حلو، انا بحبه عن نفسي، بحب السلسله كلها، بحب الثلاث اجزاء على بعض. الجزء الرابع انا مش قوي فيه. لو انت حابب السلسله دي قول لي في الكومنتات، ولو انت مش حاببها برضه قول لي في الكومنتات، وانا لايك وشير وسبسكرايب عافيه، عشان انا بحبك وانت بتحبني، وهتشوفني وهشوفك كتير ان شاء الله في الحلقات اللي جايه. ممكن نعمل السلسله دي كسلسله في القناه ونكبرها ونجيب افلام تانيه ونحللها، او نحلل مشاهد معينه منها. بس ده مش هيحصل الا بدعمك، اللي هو اللايك والشير والسبسكرايب بقى والحاجات بتاعت اليوتيوبر الحلوه دي. شكرا جدا ان شاء الله. سلام عليكم.